السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا. اليوم بإذن الله تعالى نتشارك كلاما جميلا عن القرآن الكريم، عن ماهية القرآن الكريم إلى غير ذلك. نبدأ بالآية الكريمة. قال الله تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن نرى بأن القرآن العظيم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، إذن كلام الله سبحانه وتعالى، وإعجاز في القول وإحكام في النظم وصدق في الخبر. فضله على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. وإن لكل شيء سيدا، وسيد الألسنة أو سيد الكلام العربية، والسيد وإن أكمل الألسنة لسان العرب، وأكمل البلاغة بلاغة القرآن، وسيد العربية هو القرآن الكريم. فالقرآن العظيم كتاب محكم في مقاصده وبنائه واتساقه، في نظم حروفه وكلماته وآياته، وإن موقع كل حرف من حروفه مضبوط وفق موازين اتسق عليها، يعني انتظم عليها، اتسق عليها حسن بيانه وروعة نظمه. وكل حرف فيه له نظام معجز وله دلالة واضحة تتفاعل مع المعنى الذي يرمي إليه اللفظ. إذن سنرى ذلك في ما يلي، يعني فيديوهات لاحقة إن شاء الله تعالى. نرى يعني بعض الحروف ومواقعها وتأثيرها على معاني القرآن الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.